السلام عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم جميعا، تحياتي لكم أينما كنتم. السؤال هو: هل خانت الجزائر المقاومة الفلسطينية وفلسطين عامة بعد تصويتها على مشروع القرار الأمريكي الذي عرض على التصويت مساء البارحة في مجلس الأمن، واللي تم اعتماده وإقراره بأغلبية 13 صوتا؟ ثم ما الذي كان بإمكان الجزائر أن تفعله ولم تفعله بعد صدور بيانات 8 دول عربية وإسلامية أعربوا عن دعمهم لهذا القرار، وبعد صدور بيان من السلطة الفلسطينية التي تمثل الشعب الفلسطيني والتي أعربت عن دعمها لهذا القرار؟ يعني أنا الحقيقة لاحظت هجوم غير مبرر، وأنا هنا لست في محل الدفاع عن الجزائر، لأن الجزائر عندها 40 مليون مواطن يستطيعون الدفاع عنها، ولكن أنا أريد أن أتحدث بعقلانية حول هذا الموضوع، وأريد أن الناس تتحدث عن المسؤولين الفعليين عن ما وصلنا إليه. هناك مسؤولين فعليين يجب أن يتم توجيه أصابع الاتهام والإدانة لهم، وليس للجزائر التي طوال سنة ونصف منذ التحاقها بعضوية مجلس الأمن تدافع عن فلسطين وتدين الكيان الصهيوني، ويتحدث عمار بن جامع في جلسات مجلس الأمن ويدين الإجرام الإسرائيلي. البارحة وصف ممارسات المستوطنين الصهاينة بالإرهاب، قال إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية. فلو كانت الجزائر تخشى إسرائيل كما يردد البعض، هل كانت ستصف هذه الممارسات بالإرهاب؟ نكونوا واقعيين ونكونوا عقلانيين. طيب، هذا القرار عشان نلخص يعني ما هو هذا القرار. هذا القرار على فكرة رفضته الفصائل الفلسطينية، وسنتحدث عن هذا الموقف. هذا القرار ينص على، خلينا نقول، نوع من الوصاية، أو هي وصاية على قطاع غزة. إرساء مجلس السلام برئاسة أمريكية يشرف على الحكم في قطاع غزة، ويشرف على إعادة الإعمار وعلى التمويل وعلى يعني تنفيذ السياسات المتعلقة بالقطاع، ويشرف على الحكومة، حكومة التكنوقراط التي سيتم إنشاؤها والتي ستهتم بالحياة اليومية والمجالات الإدارية فقط في قطاع غزة. مجلس سلام برئاسة أمريكية حتى 31 ديسمبر 2027، وبإمكان تمديد مهمة هذا المجلس بالتشاور كما ينص القرار، بالتشاور مع إسرائيل ومصر والولايات المتحدة الأمريكية. ثم إرساء قوة دولية مش لحفظ السلام، هي قوة استقرار وعندها مهام تنفيذية، تسحب السلاح، تدمر الأنفاق، تدمر القدرات العسكرية الاستراتيجية للحركة أو ما تبقى منها، لأنه بعد حرب مدمرة لمدة سنتين يعني حتى الأنفاق تضررت والقدرات العسكرية تضررت. وعشان ما نهولوا كثير، يعني بالنهاية أنه أنا نشوف البعض يقول لك سلاح الحركة، وسلاح الحركة هذا خط أحمر. يا أخي، ما هو سلاح الحركة؟ السلاح هو فقط، يعني خليني نقول، هو وسيلة للدفاع عن النفس، وليس شيء يعني كبير انه والله ستفرض به الحركة معادلات جديدة. لا، الحركة ليس لديها طائرات مثلا حربية، ليس لديها دبابات، ليس لديها مدافع، سلاح خفيف تتمسك به دفاعا عن النفس، ولأنه من حقها حسب القانون الدولي أن تدافع عن نفسها ضد أي احتلال أجنبي. فهو سلاح رمزي، سلاح رمزي لمواجهة العدو، ولا يقارن بسلاح العدو. طيب، يقول لك انه هذه القوات الدولية ستأخذ مهام تنفيذية، بمعنى انها ستعمل على سحب سلاح الحركة وتدمير الأنفاق وفرض الاستقرار في القطاع. فرض الاستقرار بمعنى انها ستدخل في مواجهات مع قوات الحركة، وهذا ما رفضته الحركة، وأعلنت أنها لن تقبل بأي قوات دولية تتصادم مع أبناء الشعب الفلسطيني وستعتبرها قوة احتلال مثل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وهذا يعني أنه اليوم ربما تم اتخاذ قرار عند الفصائل أنه لن يتم السماح بوجود هذه القوات،
وسيكون هناك مواجهة، وهذه المواجهة يعني حرب أخرى مفتوحة. هذا إذا استمروا طبعا في هذا القرار. فالقرار سيء جدا، لا أكذب عليكم. القرار هو يتحدث عن استقرار، ينهي الحرب من جهة، ولكنه يفرض وصاية، بمعنى خيروهم بين احتلال وصاية جديدة وبين استمرار الإبادة. أنك إذا أردتم إنهاء الإبادة وإنهاء الحرب بشكلها السابق فسنفرض عليكم وصاية ولن تحكموا أنفسكم بأنفسكم، سنفرض عليكم سحب السلاح، وسنفرض عليكم القيام بإصلاحات، وسنفرض عليكم تغيير المناهج، وسنفرض عليكم الحديث عن التعايش السلمي، وسنفرض عليكم كذا، وسنفرض عليكم الإعمار مقابل سحب السلاح. كل هذه شروط. وحتى السلطة الفلسطينية لن يكون بوسعها حكم قطاع غزة الآن، لأن هناك الكثير من الشروط الإسرائيلية. يتحدثون عن مسار موثوق لإقامة دولة فلسطينية، ولكن كل هذا بعد شروط تعجيزية، حتى أن إسرائيل ترفض إقامة دولة فلسطينية، وإسرائيل تعرف أن هذا لن يتحقق. بمعنى أن هذا القرار أنا أشك أصلا أنه كله سيتحقق، ربما تتفجر الأوضاع من جديد في قطاع غزة. ولكن مع ذلك خلينا نرجع هنا للجزائر. بالمنطق بالعقل، الجزائر أولا تمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن، بمعنى أنها تستمع لآراء المجموعة العربية، وإذا طلب منها وبإجماع من المجموعة العربية أنه يعني يتم التصويت على قرار ما واعتماده، فإنها ستستمع لرأي المجموعة العربية. مش معنى أنها يعني تمتثل لآرائهم، يعني تستمع، تأخذ بنصيحتهم، تأخذ برأيهم، بالنهاية عندها قرار مستقل. ولكن الجزائر قررت التصويت على هذا القرار. ليش؟ لأنه أولا في 8 دول عربية وإسلامية أصدرت بيانات داعمة لهذا القرار. نتحدث عن قطر، ولا أرى أحد يهاجم قطر في السوشيال ميديا ويقول أنها دعمت الخطة الأمريكية. ومع الأسف حتى من أبناء الحركة، أبناء المقاومة، الآن في هجوم على الجزائر، ولكن لا أسمع ولا أرى ولا أقرأ انتقاد لدور قطر ودور تركيا. قطر، تركيا، إندونيسيا، باكستان، مصر، الأردن، الإمارات، السعودية، هذم كلهم دعموا المشروع القرار الأمريكي، إضافة للسلطة الفلسطينية. يعني الجزائر تقول لك هل سنكون ملكيين أكثر من الملك؟ هل سنكون ملكيين أكثر من الملك؟ إذا كانت السلطة الفلسطينية تدعم هذا القرار فكيف سنرفضه؟ عمار بن جامع قالها البارحة، طبعا هو كان عنده مداخلة قيمة الحقيقة، وتحدث عن هذا القرار وتحدث عن الالتزامات. أراد أن يعني يذكر الأمريكي، وفي من خلال مكالمته يعني مداخلته يتم تسجيل طبعا هذه المداخلة، ويقول الأمريكان احنا صوتنا بناء على التزاماتكم، بناء على كذا، بناء على إنهاء العدوان، بناء على الالتزام الصريح بعدم احتلال قطاع غزة، وبعدم ضم قطاع غزة، وبعدم ضم الضفة الغربية، وبتوفير يعني المساعدات اللازمة لقطاع غزة، وبتوفير حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. ولهذا دعمنا هذا القرار. ولكن كذلك أنه تأتي السلطة الفلسطينية وتدعم. فهل الجزائر مثلا سترفض قرار السلطة الفلسطينية؟ الجزائر تقول أنها مع السلطة الفلسطينية، مع فلسطين، مع ما يقرره الشعب الفلسطيني. يا أخي احنا ابتلينا بسلطة عميلة، ابتلينا بسلطة لا قرار لها، ابتلينا بسلطة تقول لك أنه المقاومة هذا ليس خيار لنا، نحن نريد المفاوضات. الجزائر مع عمار بن جامع قال البارحة احنا لن نتجاوز حدودنا، ما تقبله السلطة الفلسطينية فاحنا معه. بمعنى تفضلوا، إذا أنتم ترفضون هذا القرار قوموا بالإطاحة بهذه السلطة، أوكي، أوجدوا سلطة جديدة تتبنى ما تريدون وسنكون معها. قل لك احنا مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، لك هذه السلطة التي تمثل فلسطين، ماذا نفعل؟ إذا الجزائر اليوم يعني تتعامل مع السلطة الفلسطينية، هذه السلطة الفلسطينية ماذا يعني هذا ما دعمته. ثانيا، أنت عندك دول عربية وإسلامية
دعموا المبادرة الأمريكية وأفشلوا المبادرة الروسية التي تحركت الجزائر مع روسيا لصياغتها. ماذا ستفعل الجزائر بالنهاية؟ أنا أذكركم أن الجزائر على مدار سنتين وفي القمم العربية والإسلامية كان لها مقترحات عملية وطالبت المجموعة العربية بتنفيذها، ولكن دائما الإمارات والسعودية دائما ما يرفضون، ومصر ما دائما ما يرفضون تلك المقترحات. هل يعني اليوم الجزائر ستضع نفسها في فم المدفع والبقية ومنهم السلطة الفلسطينية يهللون ويباركون؟ أعتقد أنه أيضا من حق الجزائر اليوم أنها لا تكون يعني في وجه المدفع والسلطة الفلسطينية والدول العربية، لا يقول لك احنا مع هذه المبادرة. ثم الشيء الآخر، البعض ربما بسوء نية ومش فاهم يقول لك والله لو صوتت الجزائر لسقط هذا المقترح. لا يا سيدي، الجزائر ليس لديها حق النقض الفيتو، وصوت الجزائر لن يؤثر لأن هناك أغلبية ب13 صوتا. ناحي صوت الجزائر يبقى 12 صوتا. القرار هذا يتطلب فقط 9 أصوات في مجلس الأمن لكي يتم تمريره وقبوله. يعني هناك 3 أصوات فوق ال9 أصوات المطلوبة. وتصويت الجزائر بالرفض أو الامتناع عن التصويت هذا لن يغير شيئا. ولكن الواضح أنه عمار بن جامع قال احنا صوتنا بعد أن أدخلنا تعديلات. الجزائر بمعنى أدخلت تعديلات في هذا القرار، أبدلت الصياغة، ولهذا بعد أدخلت التعديلات طبيعي أنها تصوت. وما دامت الدول العربية والإسلامية تساند هذا التوجه، أنا أقول لكم شيء، أنه المؤامرات على 7 أكتوبر وعلى المقاومة منذ البداية إلى الآن هو الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة. يجب أن نرى هذا الشكل، هذا الشيء، هذا الوضع بشكل واضح. قطر، تركيا نسمع منها كالكلام، بس مصر من بدايتها تتآمر. ماذا تفعل الجزائر وحيدة؟ لا تستطيع. الآن فصال تقول أنها ترفض هذا القرار، وإحنا أمام خليني نقول سيناريوهات خطيرة، بمعنى أنها ترفض القرار. هي أصلا ترسل رسالة للدول التي قد تفكر بإرسال جنودها إلى قطاع غزة ضمن قوة الاستقرار، أنه اسمعوا، إذا أرسلتم جنودكم فلا تضمنوا سلامتهم، احنا نرفض هذا القرار. يمكن أنه بعض الدول ستتراجع وسيكون هناك ضغط، ولكن أيضا هناك سيناريو خطير، أن الصهاينة والأمريكان سيبدأون بفرض الأمر الواقع في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، يعيدون إعمارها ويتركون المناطق التي تسيطر عليها الحركة مدمرة بدون إعمار، محاصرة، لا تدخل لها المساعدات بشكل كافي حتى يضغطوا على الحركة أكثر وأكثر. ما هو الحل؟ أنا لا أعرف ما هو الحل. الوضع صعب جدا والوضع معقد، ونكون واقعين في التحليل. غزة لم تعد مثل ما كانت، هناك مؤامرة دولية، وننتظر، خليني نقول ننتظر الحل الإلهي، ننتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى فقط. تحياتي لكم وإلى اللقاء.